التحديث بيكون نقله في شكل الايقونات ونظام السوفت وير واشكال الاعدادات جوه التطبيق بتاع الاعدادات. عندك حاصل لك دلوقتي فيديو صور بتوضح لك التحديث الجديد بيقول ايه. التحديث الجديد عندك ايقونات دائريه وعندك شكل شفاف الايقونات جوه، وتنظيم احترافي اكثر للكاميرا واعدادات الكاميرا، وخاصه صناع المحتوى هيفرق معاهم في تصوير الفيديو زي ما قلنا انه بيدعم 4K 60 اضعاف في الثانيه. مستحيل تلاقي تليفون ثاني بيدعم الكلام ده. ايفون اكس اس ماكس هتوقف عن التحديث للاسف. ابل كانت منزله في اول سنه انه هينزل له تحديث، ولكن مؤخرا نزل بوست ان ابل مش هتدعم الاس اكس ماكس بتحديث اي او اس 19. في كذا واحد كلمني وقال انا عايز اجيب الاس اكس ماكس، انا انصح انه يجيب الايفون 11 لان التحديث اللي نازل اي او اس 19 هيفرق معاك شخصيا وهتندم لو جبت الاس اكس ماكس، خاصه ان فرق السعر بينهم 2003 ادفع مش هتخسر حاجه. التحديث الجديد مهم جدا لتليفونك ايفون 11. انت ذات نفسك هتنبسط انك معاك تليفون بالسعر ده ونزل له التحديث اللي في الايفون 16 برو ماكس. انت نفسك من جواك هتنبسط معاك تليفون بربع سعر 15 او 16 برو ماكس بيديك نفس التحديث لاي 19 هو اللي هيحصل لكل 7 سنين اصلا. بس كده اكون يا رب اكون فدتك بفيديو النهارده، عشان في ناس كتير قالت لي انصحنا نشتري ايفون ايه فيها 15000 جنيه بيكون معاه 10000. انا انصحك انك تزود وتصبر حبايه وتدور على ايفون كويس ومن مكان كويس تجيبه، وتاكد من حاله البطاريه وخد واحد بيفهم معاك زين عشان يفحص لك البطاريه ويفحص لك الجهاز زين كويس جدا. بس كده يا رب اكون فدتك. واخر مره هقولها لك، لو لقيت قدامك الاس اكس ماكس والايفون 11 اشتري الايفون 11، وخاصه لو لقيت فرق السعر اللي بينهم مش كبير جدا. وفي نهايه الفيديو ما تنساش تصلي على سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام.